في شويه حاجات كده لازم تحصل عشان تحسسنا بفايبس العيد. خلينا نجيبها من ورا شويه. لما ماما تصحيكي عشان تقومي تنضفي البيت، تنزلوا الستاير، تشيلوا السجاجيد، بيبقى ناقص تكسروا تحت السيراميك وتنضفوا تحتيه. ولو حد جه وساعدكم في البيت بتقوموا تنضفوا قبل ما هو يجي عشان الناس تيجي تلاقي بيت نظيف. انتوا عايزين الناس تيجي تاكل وشنا؟ نيجي بقى لشهر العيد، وساعتها بيحصل شورتج في الزبادي والخيار بسبب الماسكات. انتي براحتك، المهم البشره تبقى صفياء وناصعه. نيجي بقى لوقفه العيد، واليوم ده احنا مش بننام، كوبايه الميه في ايد والبيتي فور في ايد. اول ما يقول الله اكبر تحط الاتنين مع بعض، بعد كده نسمع تكبيرات العيد وتجمع العيله بعد الصلاه، وطبق الكحك وطقم شاي بلبن لينا كلنا. ودي اكتر حاجه هترفع لك هرمون السعاده. خلاص زهقت منهم وصدعت، هتخش تتفرج على التلفزيون، هتلاقي مسرحيه العيال كبرت، هتزهق، هتقوم قلب القناه اللي بعدها، تلاقي مدرسه المشاغبين. تحس ان احنا بننوع وبنجدد وكده. وحان الان موعد الغداء، وطبعا مش هننسى النمرود اللي ما بيرضاش ياكل فسيخ وماما تقوم تعمل له مكرونه. وهستناكم تقولوا لي انتوا النمرود اللي ما بياكلش فسيخ ولا اللي بيخلص 2 كيلو فسيخ وليمون لوحده. كل سنه وانتوا طيبين.